مصطفى شوبير، انت طول عمرك راجل، فنتمنى استمرار هذا الاداء الرجولي، القوه، المشاركه في كل كوره. ان انا ما اعتمدش على المدافعين، ان انا لما اخد قرار ابقى قد القرار ده واكمل فيه واستمر. ده مهم جدا يا استاذ مصطفى. ابوس ايدك يا اخي، ابوس ايدك. لو هتلعب اساسي بكره لا تركز، وابوس ايدك لا تعتمد على ربيعه ولا على العش ولا على داري. الكوره اللي انت تقدر تتدخل فيها وتاخدها خش خدها على طول، ولا على محمد هاني ولا على كريم الدبيس. اللي تقدر تشارك فيه وتطلع تجيبه شارك فيه واطلع جيبه. الله يسترك، الله يسترك. احنا ماشيين بعلاج واحنا في رمضان، مش عايزين نفطر. يعني مش عايزين نفطر لان ده يعني لو خسرنا فالفطار هيبقى الاسبوع قدام. محمد الشناوي لو هيشارك اساسي، مع ان انا بالنسبه لي في تشكيلتي انا مستبعده يعني، بس محمد الشناوي لو هيشارك فابوس ايدك برضو زي شوبير كده، وضيف عليهم ايدك لما تمدها تمدها كامله. في حاجات اللي هي بتبقى بعيده قوي دي بيطرح لها بايد واحده ومرفوعه وهي مفروده كده كلها. في حاجات بتبقى قريبه بروح لا بايدينا الاثنين احنا ضمنهم على بعض. انت حارس مرمى المفروض ان انت بتعرف تضم ايدك وتقفلها. والكور بنحجز عليها جامد ونشدها على صدرنا ونقفل ايدينا كده، فاهم؟ عشان الكره ايه، تخش ما تلفش وتطلع ترد للمهاجم يروح مدخلها في الجون ولا يعديها من بين رجليك. ركز، ركز الله يستر.